هل ما يحدث يبين أن خيوط القرار بدأت تتكشف قبل الإعلان الرسمي؟ هل نحن أمام إشارات عابرة أم رسائل واضحة تقول إن النهاية قد كتبت بالفعل؟ ولماذا الآن بالضبط وفي هذا التوقيت الحساس تتحرك فيفا بهذا الشكل المفاجئ؟ الصفراء أصبحت حمراء والقانون تغير. في خطوة أثارت الجدل، أعلنت فيفا رسميا تعديل قانون ردع الانسحاب ليصبح أكثر صرامة ووضوحا. نص القانون الجديد يقول إن أي لاعب يغادر الملعب بدون عذر كإذن الحكم أو الإصابة سيتعرض للطرد المباشر. قرار يبدو في ظاهره تقني، لكنه في العمق يحمل رسائل ثقيلة. لماذا الآن؟ التوقيت ليس بريئا، فهذا التعديل جاء مباشرة بعد أحداث نهائي كأس إفريقيا التي خلفت جدلا واسعا. إذا وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو فأنت من القلة التي تبحث عن الحقيقة وليس مجرد عناوين. في هذه القناة لا نقدم إشاعات ولنركض خلف الترن، بل نبحث، نحلل، ونعتمد على مصادر موثوقة لنقدم لك الصورة كما هي. كل خبر تشاهده هنا مبني على معطيات حقيقية وتحليل عميق بعيد عن التضليل والتهويل. إذا كنت تريد أن تبقى دائما في المقدمة وتعرف ما يحدث قبل الآخرين، فهذه القناة صممت لك. اشترك الآن وفعل الجرس، لأن القادم أقوى، والتفاصيل التي لا تسمعها في أي مكان ستجدها هنا. الكثيرون يرون أن القانون القديم لم يعد كافيا لردع ظاهرة الانسحاب، وهذا ما دفع فيفا إلى التحرك بسرعة غير معتادة. هل هذه رسالة غير مباشرة؟ إذا كانت الفيفا شددت العقوبات لمحاربة الانسحاب، فهل يعقل أن تأتي محكمة التحكيم الرياضية وتمنح اللقب لطرف ارتبط اسمه بالانسحاب؟ هنا يبدأ المنطق في طرح الأسئلة الصعبة. هل يمكن أن تسير جهتان عالميتان في اتجاهين متعاكسين؟ هل يعقل أن تحارب ظاهرة وفي نفس الوقت تتم مكافأتها؟ المغرب مؤشرات تتراكم. بالنسبة للكثير من المتابعين، ما يحدث ليس صدفة، بل سلسلة من المؤشرات التي تصب في اتجاه واحد. حتى لو تأخر قرار محكمة التحكيم الرياضية قليلا، فالمعطيات الحالية تجعل الانتظار أقل أهمية من فهم ما يجري. ماذا حدث في الكواليس؟ خلال اجتماعات دولية مرتبطة بقوانين اللعبة، عبر عدد من الأعضاء عن قلقهم من تكرار مشاهد الانسحاب والفوض، وتم الحديث عن ضرورة حماية صورة كرة القدم من هذه السلوكية، بل إن بعض الأصوات طالبت بعقوبات قاسية تصل إلى الإقصاء من المنافسات الكبرى. الخلاصة: هل حسم الأمر عندما تغير فيفا القوانين بهذه السرعة، وعندما تتجه المؤشرات في نفس الاتجاه؟ فالسؤال لم يعد ماذا سيحدث، بل أصبح متى سيتم الإعلان فقط. في عالم كرة القدم، القرارات الكبيرة لا تأتي فجأة، بل تسبقها إشارات، ومن يفهم هذه الإشارات يستطيع قراءة النهاية قبل الجميع. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.